الفيديو ده هو أهم فيديو أنا غالبًا هاعمله، أو ما أعرفش ممكن أعمل فيديوهات أهم، بس هو غالبًا من أهم الفيديوهات اللي أنا هاعملها، وهو موضوع الامتنان. عمرك شُفت واحد كئيب راضي بحياته؟ مستحيل. عمرك شُفت واحد كئيب مبسوط في حياته؟ مستحيل. طب ده ليه أصلًا؟ لإنه حرفيًا هو معمي، هو مش شايف أي حاجة حلوة في حياته، هو شايف النقط السودا بس. فهو حرفيًا اللي بيوصّل الواحد للاكتئاب إلا لو مثلًا غير اللي هو لو حصل مثلًا صدمة نفسية، في حد قريب منه توفى فهو اكتئب، لأ أنا باتكلم في اللي هو الأغلب يعني، اللي بيوصل للاكتئاب هو ما بيبقاش شايف أي حاجة حلوة في حياته، هو عينيه وفكره وكل حاجة فيه مركّزة على النُقط اللي زي الزفت اللي في حياته بس، ومش شايف أي حاجة حلوة تانية. وهنا بقى ييجي دور الامتنان. الامتنان إنك تشكر ربنا على النِّعَم اللي موجودة فعلًا في حياتك. هتيجي تقول لي بس أنا ما عنديش أي حاجة حلوة في حياتي، أنا مش مبسوط في حياتي ومش عارف إيه، هاقول لك طالما أنت عايش أصلًا فدي نعمة أنت المفروض تبقى مبسوط بيها. ربنا خلقك أصلًا وسايبك عايش لسبب، أنت مش عايش كده عشان تاكل وتشرب وتنام وبس. إن أنت عندك نعمة إنك قادر تشوف أصلًا الفيديو ده وتسمعه، وقادر تاكل وتشرب وتقوم وتمشي وتنزل الشارع وتتمشى وتشوف الناس ومش عارف إيه، دي كلها نِعَم أنت مش حاسس بيها. عايز تحس فعلًا بالنِّعَم اللي عندك، روح أي مستشفى. شوف الناس اللي في المستشفى عاملة إزاي، وأنت هتشكر ربنا 1000 مرّة، وغالبًا هتخرج من المستشفى دي سعيد وراضي بنسبة كبيرة عن حياتك، لإنك شُفت حاجات كتير عند الناس، اللي مش قادر يمشي، اللي مش شايف، اللي مش سامع، هتلاقي أمراض كتير عند ناس قدّك وناس أكبر منّك، حرفيًا يتمنّوا نعمة واحدة بس من اللي عندك. لمّا أنت حاجة بتضيع منّك زي مثلًا حاجة زي مثلًا النظر مثلًا أو السمع، لو حاجة منهم طارت منّك أنت بنسبة 100% حياتك بتبقى واقفة لفترة كبيرة، لحد ما أنت تتعوّد، وتدفع ملايين عشان ترجّع النعمة دي تاني. فبكل بساطة اللي أنت هتعمله فعلًا إن أنت هتجيب ورقة وقلم كل يوم، وتكتب 5 حاجات أنت ممتن ليهم فعلًا، وفكّر في الموضوع أنت مش بتسمّع. اكتب أنا ممتن مثلًا لوجود أبويا في حياتي. قُل يعني تكتبها كده وتفكّر فيها بقى. فكّر إن أبوك ده بيتعب علشانك، وبينزل يشتغل علشانك، وبيجيب فلوس علشانك، وبيأكّلك وبيشرّبك وبيلبّسك وبيعمل لك كل حاجة علشانك. قُل أنا ممتن لنعمة وجود أمي في حياتي. أمك دي هي تقريبًا أكتر حد بيحبك في الدنيا هي ووالدك. فكّر في الحاجات اللي هي بتقدّمها لك، وفعلًا خلّيك ممتن للحاجات اللي هي بتقدّمها لك. فاكتب كل يوم 5 نِعَم أنت ممتن ليهم. حاجة مثلًا أنت عملتها في اليوم كويسة أنت فرحان إنك عملتها، اكتبها. زي مثلًا إنك نزلت اتمرّنت، دي حاجة حلوة جدًا. اكتب أنا ممتن للتمرينة اللي أنا اتمرّنتها دي النهارده. في ناس كتير أعصابها بايظة أصلًا ما بتقدرش تشيل الأوزان، أنا الحمد لله قادر إن أنا أشيل الأوزان، وقادر إن أنا أتمرّن، وقادر إن أنا يبقى جسمي كويس. احمد ربنا على كل حاجة في حياتك، هتلاقي فعلًا حياتك بقت حلوة، هتلاقي فعلًا إن عقليتك بقت إيجابية أكتر بكتير، هتبقى راضي بنسبة كبيرة عن حياتك. وإنك تبقى راضي عن حياتك ده هيخلّيك سعيد. ومش معنى كده إنك مش هيبقى عندك طموح، لأ أنت هيبقى عندك طموح وفي نفس الوقت أنت راضي عن حياتك. يعني أنت هتبقى عايز تتطوّر وعايز تبقى أحسن، وفي نفس الوقت أنت مش مكتئب ومش تعيس، لأ أنت مبسوط وفرحان عادي.